من هو؟ ديدين كانون 16 هو اسم فني لفنان راب جزائري ينشط ضمن المشهد الموسيقي الراب الجزائري راب المغرب. يمتلك قناة رسمية على يوتيوب تعرض فيها فيديوهات موسيقية له، حيث نشرت مثلا فيديو أغنيته تسلا التي حصدت أكثر من 130 مليون مشاهدة. من العلامات التي تميزه أسلوب يركز على الزنقة والهوية الحضارية الجزائرية، نصوص تحتوي على الواقع اليومي، ونبرة موسيقية قوية ضمن مشهد الراب الجزائري. النشأة والبدايات: اسمه الحقيقي ديدين كانون 16، من مواليد 2 يناير 1993 في بلدية ستاويلي، ولاية الجزائر، الجزائر. عائلته من أصول ولاية ميلا. بدأ نشاطه الموسيقي في ميدان الراب في حوالي سنة 2012 في المشهد الأندرغراوند، أي غير الرسمي، داخل الجزائر، مستفيدا من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة انطلاق. دخول مشهد الراب وتحقيق الشهرة في 2015، أصدر أغنية بعنوان أكتني، والتي شكلت نقطة انطلاقه الكبيرة نحو الجمهور ومشهد الراب المتداول. في سنوات لاحقة حول أسلوبه ليصبح أكثر تداولا مينستريم واستهدافا لجمهور أوسع، مما ساعده على الانتشار خارج حدود الجزائر. محطات هامة في المسيرة: أحد أعماله المعروفة أغنية إلما ناين يود، التي نشرت في يناير 2020 وحققت مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. تعاونات مع فنانين من المغرب ومصر وغيرها، من ضمنها مثلا عملوا مع محمد رمضان في أغنية نساها فبراير 2023. اعتماده لنمط موسيقي يطلق عليه البعض زنكاوي، يعبر فيه عن صوت الشارع، الشباب، القضايا الاجتماعية في الجزائر. تحقيق عدد مشاهدة كبير على قناة يوتيوب الرسمية الخاصة به، مما يعكس تأثيره وانتشاره. ملخص باختصار: ديدين كانون 16 بدأ من البيئة الحضرية الجزائرية، دخل مشهد الراب المحلي عبر الأندرغراوند، ثم نجح في التحول نحو انتشار أوسع من خلال أسلوبه المتماشي مع واقعه وصوته الشبابي. ومن ثم حقق محطات مهمة من خلال أغاني حققت نجاحا كبيرا وتعاونات عبر البلدين العربي والمغاربي. تأثيره على الراب الجزائري وتطوير المشهد: يعتبر ديدين كانون 16 واحدا من أبرز الأسماء التي ساهمت في تغيير ملامح الراب الجزائري خلال السنوات الأخيرة. لقد نقل الراب من مرحلة الأندرغراوند المحلي إلى مستوى جماهيري واسع، يتخطى الحدود ويصل إلى جمهور عربي كبير. كيف ساهم في تطوير المشهد؟ إدخال أسلوب الزنقاوي بشكل احترافي ركز على لغة الشارع الجزائرية الدزايرية ومشاكل الشباب. مزج بين التكنو شناوي الكوناوي والتراب العالمي. خلق هوية صوتية مميزة جعلت الشباب يرتبطون به. كسر الحدود الجغرافية، فتح للراب الجزائري باب الشهرة عربيا. تعاون مع فنانين من المغرب ومصر وتونس وأوروبا، أدى إلى زيادة اهتمام الجمهور العربي بالراب الجزائري. استعمال السوشيال ميديا ويوتيوب بشكل ذكي، اعتمد استراتيجية إصدار متواصل، كل إصدار تقريبا يتحول لترند في الجزائر وتونس والمغرب. ساهم في رفع مستوى الإنتاج وجودة الفيديو كليب في الساحة الجزائرية. إعطاء الراب صوت اجتماعي، ناقش البطالة، الهجرة، الظلم، الفوارق الاجتماعية. جمع بين الراب الواعي والراب الترفيهي، خلق موجة منافسة. وجوده دفع الرابرز الآخرين لتطوير أسلوبهم وجودة أعمالهم. بصمة ديدين كانون 16 في الراب الجزائري واضحة. رفع سقف التوقعات، نقل الراب من الشارع إلى التيار العام، وأصبح رمزاً لجيل كامل من الشباب يحلم بالصعود رغم الواقع الصعب. سواء تحبه أو لا، لا يمكن إنكار أن ديدين كانون 16 غير قواعد اللعبة في الراب الجزائري، وفتح الطريق أمام موجة جديدة من الفنانين. ومع كل إصدار جديد يبقى السؤال: إلى أين سيصل الراب الجزائري بعده؟